لا، ما شفتش الأقسام اللي فاتت من حكاية تشينج، فروح شوفها علشان تفهم الدنيا. في القسم اللي فات شفنا تشينج اللي قدر إن هو يدخل المعسكر الخاص بعباقرة المدينة، واللي على الرغم إن هو كان باين إن هو معسكر عادي لكن اتحول لاختبار صعب جدا لكل اللي دخلوه. بس الكلام ده مش على بطلنا تشينج اللي مسك روبوتات المستوى التاني وكسرهم حرفيا، وده خلى المسؤولين يكونوا مصدومين من اللي حصل ومش عارفين يتعاملوا ازاي مع الوحش اللي عندهم. ودلوقتي عاوزك تجيب حاجة حلوة زي كده وحش الشاشة وتعالى كمل معايا الحكاية علشان تستمتع في النهاية. ودول أصحاب التعليقات المميزة على الفيديوهات اللي فاتت. شكرا على دعمكم الرهيب في القناة، إن شاء الله هنستمر على المستوى ده لحد ما نحتل البشرية. ومعلش عشان طولت عليكم، يلا بينا نبدأ. بنشوف بعدها ليان بتخلص الاختبار بتاعها، بس فجأة بتحس إن في حاجة غريبة قدامها، فبتروح علشان تشوف اللي بيحصل وبتتفاجئ إن حراس المنطقة بيستعدوا للمعركة. ليان بتتفاجئ من اللي حصل، فالمفروض إن المحاربين دول هم اللي بيعملوا الاختبار بتاعهم، فليه هم متأهبين أوي كده؟ وده بيخليها تروح علشان تشوف العدو بتاعهم، لكنها بتتفاجئ بآلة قتل مرعبة بتملأ قلبها بالخوف. كين وجين بيوصلوا ساعتها للمكان، بيطلبوا تقرير عن الوضع بتاعهم. الحراس بيقولوا ليهم إن هم تعرضوا لهجوم قوي جدا، ومع الأسف كل الآلات والكاميرات اللي كانت في المنطقة اتدمرت بالكامل. جين بيبدأ يجهز الطاقم بتاعه وبيستعدوا للمعركة، بس كين بتقول لهم إن مفيش داعي لأن هدفهم وصل بالفعل. وفجأة بيظهر تشينج عندهم في المكان ومعاه المختبر بتاعه اللي عباه في شوال وهو جاي، وده بيخلي كين تسأل عن هوية تشينج، فبيروح تشينج علشان يعرف عن اسمه والمدينة اللي هو بينتسب ليها. الكلام ده بيفاجئ جين جدا، فحتى هو ما كانش متخيل ان في طالب قادر على التعامل مع المشرفين والآلات بتاعتهم. تشينج بيعتذر عن اللي حصل، فهو كان فاكر ان المشرف اللي قدامه جزء من الاختبار وراح علشان يهزمه مش اكتر. وفجأة بتروح تستخدم كين مهاراتها علشان تفحص مستوى تشينج، ولما بتخلص بتبارك لتشينج على تخطيه الاختبار الاول بنجاح. بعدها بتطلب منه يروح للمكان بتاعه في المعسكر. جين بيكون مبهور من احصائيات تشينج المرعبة، فعدى وقت طويل جدا على اخر محارب كان في المستوى بتاعه، وده بيخلي كين تقلق من الوضع. فتشينج اول واحد قدر يتحمل مهاراتها العقلية بالسهولة دي، وده بيخليها تحس ان تشينج مش شخص عادي وانما هو قنبلة موقوتة على وشك ان هي تنفجر ما بينهم. ساعتها بيكون تشينج في طريقه للغرفة بتاعته، بس بيحس ان هو جعان جدا، فبيروح الشيف يجيب لي كل انواع الاكل اللي ما شافهاش في حياته. تشينج بياخدها فرصة وبيبدأ يخلص على خزين المنطقة كلها. ساعتها بتيجي يانج اللي شفناها قبل كده عنده وبتسأله اذا تقدر تقعد معاه، وده بيخلي تشينج يستغرب من وجودها. فعلى حسب اللي سمعه من كلام شياو، هو قال له ان المدينة بتاعتهم ما دخلتش المخيم من فترة طويلة جدا. يانج بتقول له ان المدينة بتاعتهم بتبعت محاربين كل سنة، بس المشكلة ان المنافسة هنا شديدة جدا لدرجة ان حتى عباقرة المدينة عندهم مش بيستحملوا الوضع وبيمشوا مع اول دفعة في المخيم، وده بسبب ان نقاطهم بتخلص بسرعة كبيرة جدا. تشينج بيستغرب من كلامها وبيسألها عن موضوع النقاط ده. البت بتقول له ان كل حاجة في المكان ده بتعتمد على النقاط بتاعته، فمن اول الاكل لحد ادوات التدريب وجرعات الشفاء كلها بتعتمد على النقاط. وفي الاختبار الاول في ثلاثة بس هم اللي يقدروا ياخدوا نقاط هنا. اولهم هو سيد التصلب يونج صاحب فنون المستوى الثاني، بعدها مينج سيد السرعة وصاحب فنون المستوى الثاني، اما الاخيرة فهي ليان صاحبة المهارات النفسية الاعلى في المنطقة. ساعتها بتعدي ليان من جنبهم، واول لما بتشوف تشينج بيغتصب الفرخة اللي قدامه البت بتتعب جدا وبتاخد بعضها علشان تهرب. بتكلم بعدها يانج الكلام وبتقول لتشينج ان بجانب الثلاثة الاوائل بتوع السنة دي في محارب رابع دمر الروبوتات بتاعة الاختبار، فعلى حسب اللي سمعته الشخص ده مجنون ومختل عقليا، فلازم يخلي باله من نفسه علشان ما يقابلوش الفترة دي. طبعا الواد بيتشل من كلامها بس بتمالك اعصابه. بعدها بتطلب يانج منه انهم يتعاونوا مع بعض علشان ينجحوا في اختبار المخيم بتاع السنة دي، لحد ما يجي مجموعة من الحراس عندهم وبيطلبوا من تشينج يجي معاهم علشان يحاسبوه على الاضرار اللي عملها في الاختبار الاول. يانج وكل الموجودين مش بيكونوا مصدقين اللي حصل، فمحدش فيهم كان متخيل ان تشينج هو الطالب الرابع اللي نجح في المعسكر التدريبي. فبيقوم تشينج معاهم وبيروح علشان يشوف هو هيعمل ايه. ويا عيني يانج بتكون مشلولة من اللي قالته وبتتأكد ان تشينج اول لما هيرجع هيعمل من فخادها شاورما. بنروح بعدها عند كين اللي بتكون بتشوف سجل الاضرار اللي عملها تشينج ليهم. بتقول له يا جدع انت خلصت على نص الميزانية النهارده، فقال لي روبوت دمرته كان بيساوي ملايين، وانت خليت كل الروبوتات اللي تقف في طريقك تتحول لغبار، ومع ذلك احنا مش هنعمل اي اجراء ضدك، ففي النهاية احنا اللي كنا غلطانين عشان ما جهزناش نفسنا لوحش بقوتك. ساعتها بيجي جين ومعاه الثلاثة الاوائل في الاختبار، فبتهنيهم كين على انجازهم الكبير ده وبتدي لكل واحد فيهم البطاقة الذهبية علشان حصولهم على المراكز الاولى. الكل بينبهروا من البطاقة دي لان كل بطاقة فيهم فيها 100 نقطة، والكمية دي من النقط كافية تخليهم يعيشوا
يعيشوا ملوك في المخيم. بس على عكسهم تشينج بيكون معاه بطاقة بيضاء، فبيبص تشينج على محتوى البطاقة وبيلاقي إن كل حاجة عدا الأكل بتكلف 30 نقطة، وده بيخلي الواد يحبط جدا لأن عدا الأكل كل حاجة عندهم زي الخرا. جين بيقول له إن هو ما ينفعش يقول الكلام ده، فعلى عكس كل الموجودين البطاقة بتاعته فيها 1000 نقطة بحالهم. الكل بيتصدموا من الكلام ده وبيحسوا إن في تحيز كبير اتجاه تشينج، فبيروح يونج عند تشينج وبيهددوا بالقتل لو ما سلمش البطاقة بتاعته. جين بيكون هيروح علشان يوقفهم، بس كين بتمنعه من التدخل، فبيحاول تشينج إن هو يحذر الواد قبل ما تكبر المدعكة. بس الحمار بيركب دماغه وبيجهز نفسه للمعركة، وعلى طول بيديله تشينج واحدة بيكسر بيه المكان. تشينج بدل ما يخاف على الواد اللي كسره بيكون خايف لا يلبس فاتورة التصليح بتاعت الحاجات اللي كسرها دلوقتي. الكل بيكونوا مرعوبين من قوة تشينج المرعبة، وده بيخلي كين تسأل تشينج عن خطة التدريب بتاعته، فبتقترح عليه ان هي تكون المعلمة بتاعته. بس تشينج بيقول لها ان هو عنده حاجات اهم يعملها. الكل بيكونوا مترقبين يعرفوا السر الخاص بقوة تشينج المرعب، بس لما بيقول لهم تشينج ان هو هيروح علشان ينام دلوقتي الكل بيستغربوا من كلامه. فازاي انت في اهم مركز تدريب في المنطقة وتروح تنام اصلا؟ كين من كتر ما هي مش مصدقة راحت تستخدم الكاميرات بتاعة المكان عشان تتأكد، وبالفعل بتلاقي ان تشينج رايح ينام بجد، وده بيخلي كين تتشل من الوضع. فهي كانت حاطة امل كبيرة على محارب بقوة تشينج، بالذات ان شخص بقوته ممكن يعمل حافز قوي جدا لتقوية كل المحاربين اللي حواليه. بس لو استمر الوضع على ما هو عليه ممكن يتحول لطاغية زي المحارب بانج. فعلى حسب كلامها بانج استخدم مهاراته الجسدية علشان يتحكم في كل اللي موجودين في المخيم، بس كين مش عاوزة ان هي تكرر نفس السيناريو السيء بتاعه. فكين مش عاوزة مجرد محاربين اقوياء، هي عاوزة تصنع محاربين متكاملين بيعملوا كل حاجة علشان يكونوا لا يقهروا. في الوقت ده بيكون تشينج بيقاتل زومبي في المستوى السادس، وبعد معركة طويلة جدا بيقدر تشينج ان هو يخلص عليه اخيرا. بعدها بيبدأ تشينج ان هو يمتص الطاقة بتاعته ومهاراته، ولما بيخلص بيقرر ان هو يكمل تدريبه على المهارة الذهنية اللي معرفش يتعلمها. فبيبدأ تشينج ان هو يركز في الوعي بتاعه لحد ما بيقدر ان هو يفتحه اخيرا، وده بيخلي تشينج يرفع من قوته بشكل كبير جدا. فبينبسط تشينج من التطور بتاع المستوى بتاعه وبيبدأ يشوف السجلات بتاعته دلوقتي، فبيلاقي ان السجل بتاع تاريخه اتغير، وقدر تشينج ان هو يعيش فوق ال 200 سنة، ومعاها وصل لمستوى محارب من المستوى السابع. فبينبسط تشينج من التطور الكبير اللي وصل ليه، بس ده مش بيكون كافي عشان يشبع طموحاته. فهو دلوقتي هو قدر ان هو يكون الاول في المدينة، بس ده مش معناه ان هو بقى الاول على الدولة. عشان كده هو بيقرر يتدرب اكتر عشان يبقى اقوى محارب في البلد كلها، وده بيخلي تشينج يطلب من مايا تدور على تقنيات جديدة ليه بحيث يرفع من قوته، لحد ما بيظهر قدامه تقنية فن قتالي كامل من المستوى ال11. تشينج بتصدم من المهارة دي، فعلى الرغم انها مهارة من النوع النفسي لكن مميزاتها رهيبة جدا، وده بيخلي تشينج يبدأ يتدرب عليها علشان يرفع من قوته. بيعدي شهر تقريبا وبتشوف ليان بتتدرب في الغرفة بتاعتها، وباستخدام قدراتها النفسية بتقدر تدمر كل الأهداف اللي في طريقها، فبتهنيها كين على الإنجاز العظيم ده. فلو استمرت على كده هتعرف تكون أقوى محاربة نفسية في المدينة. بس في مشكلة بسيطة عندها، فلسبب ما الثبات النفسي بتاعها مهزوز جدا، وده على الأغلب بسبب خوفها أو صدمة مرت بيها. فبتسألها ليان إذا عندها حل عشان تتخلص من الصدمة دي، فبتقول لها كين إن المواجهة هي الحل عندها، فلو عرفت تتغلب على خوفها هتعرف تكسر الحاجز اللي بيقف قدام حدود قدراتها. البت بتترعب من الكلام ده، أغلب مين يا ست انتي ده ياكلني بكل اللي موجودين هنا. كين بتستغرب من تصرفاتها، فنظريا ليان هي أقوى واحد في المكان بعد تشينج. المهم بتخرج كين من عندها وبتروح تقابل جين بيقول لها إن هو فضل في الغرفة بتاعته نايم لحد دلوقتي. الكلام ده بيضايق كين جدا، فهي كانت حاطة أمل كبيرة على تشينج بس ما كانتش تعرف إن هو شخص كسول بالشكل ده. بروح بعدها ليانج اللي بتكون بتنظف مع باقي الموجودين عشان تجمع نقاط تعيش بيها، وهنا بيسألها واحد من الموجودين عن مكان تشينج دلوقتي. البت بتقول لهم إن هي ما تعرفش حاجة عنه، فمن ساعة ما وصل وهو نايم في الأوضة بتاعته ومش بيطلع خالص. الكلام ده بيخلي كل الموجودين يضحكوا على تشينج، فازاي حد ممكن ينام في أهم مؤسسة تدريبية في المدينة بالشكل ده؟ ساعتها بتسمع يانج إن في حد قدر يكسر الرقم القياسي في حقل الجاذبية، فبتروح هي وصاحبتها علشان تشوف مين الأسطورة اللي عمل كده. بنروح بعدها ليونج اللي بيكون بيتمرن في حقل الجاذبية اللي موجود في المكان، وبيقدر يصدم كل الموجودين بقدرته المرعبة على التحمل. المهم بعد ما بيخلص بيهني الكل على إنجازه العظيم ده، فمفيش حد في سنه قدر يتحمل 3 أضعاف جاذبية الأرض من غير ما يتعمل عصيدة. الواد بينبسط من الوضع ده وبيفتكر إن هو عمل إنجاز جامد جدا، وعلى طول بيروح يسأل عن مكان تشينج دلوقتي، فبيقول للموجودين إن هو لسه في الغرفة بتاعته وما طلعش لحد دلوقتي. الكلام ده بيبسط الواد جدا، فهو كان لسه شايل من آخر علقة خدها
من تشينج، وده خلاه يتدرب بكل ما عنده علشان يعرف يسبق تشينج ويتغلب عليه. بس فجأة بيظهر تشينج وبيعدي من قدامه. الواد بيتصدم من اللي حصل لأن هو ما شافش تشينج حتى. المهم بيفعل تشينج حقل الجاذبية علشان يشوف هو وصل لحد فين دلوقتي. الكل ساعتها بيكونوا فاكرين إن تشينج بيستهبل، فهو كان نايم الشهر كله، ولو حاول يبذل المجهود العالي ده مرة واحدة هيدمر جسمه بالكامل. المهم بيفعل تشينج ضعف الجاذبية، والكل بيكونوا مستنيين إن هم يشوفوه وهو بيعاني. بس المفاجأة إن تشينج بيقدر يتدرب على الفنون القتالية بكل سهولة، وده بيخليه يروح علشان يرفع من صعوبة التحدي، وبيخلي الموضوع يوصل لأربع أضعاف الجاذبية. ساعتها بتكون ليان بتعدي من جنبهم، فبتروح علشان تشوف الزحمة دي كلها على إيه، ولكنها بتتفاجئ بتشينج الأسطورة بيلعب ضغط بصباع واحد تحت أربع أضعاف الجاذبية. يونج بيكون هيتجنن من اللي حصل، فعلى الرغم إن هو بذل كل ما في وسعه علشان يتغلب على تشينج، لكن لسه الفرق ما بينهم شاسع جدا. بس تشينج مش بيوقف هنا، هو بيرفع التحدي لخمس أضعاف الجاذبية. الكل بيكونوا متنحين من كتر الصدمة، فحتى أفضل محاربين المعسكر ما يقدروش يتحملوا أربع أضعاف الجاذبية. بس تشينج عمره ما كان ده مستواه يا جماعة. في الوقت ده كيم وجين بيكونوا بيراجعوا بيانات الطلاب اللي عندهم، وعلى الرغم من ان نتائج السنة دي كانت كويسة جدا، لكن كين كانت لسه متضايقة من الوضع، فهي كانت عاوزة تشوف حد من الطلاب بقوة تشينج او قريب منه. جين بيقول لها ان المعسكر لسه ما خلص، فممكن حد يقدر يلحق بمستوى تشينج في المستقبل. بس فجأة بيلاقي جين ان في حد كسر الرقم القياسي في مجال الجاذبية، وكانت الصدمة ان تشينج هو اللي كسره. كين بتكون مش مصدقة الكلام ده، وبتروح علشان تتأكد بنفسها، وهنا بتلاقي تشينج عمل الصدمة وفعل 8 أضعاف الجاذبية، وده بيخليك انت تتأكد ان هي لقيت المحارب اللي بتدور عليه كل السنين اللي فاتت دي. تشينج ساعتها بيكون بيعاني بسبب الجاذبية الشديدة اللي بتضغط على جسمه، بس بعد ما بيستخدم التقنيات اللي اتعلمها بيقدر يقف بشكل طبيعي، وده بيخليه يروح علشان يجرب الاختبار النهائي لقوته. وفجأة بينزل الكل على رجلهم من قوة الجاذبية، فتشينج المعجزة فعل 10 أضعاف الجاذبية دلوقتي. تشينج بيكون مصدوم من القوة المرعبة اللي بتضغط على جسمه، وبيحس ان هو لما اتصرفش دلوقتي هتكون هي دي نهايته. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟